دايما النجاح بينتصر على يا عنده 24 سنة وحياته بايظة خالص. دايما كنت بقول لنفسي وبقول في فيديوهاتي دايما الصبر والالتزام من عوامل النجاح. فبصراحة جت قصة كده قصادي أكدت لي الموضوع ده، وهي قصة فريدة من نوعها جدا جدا جدا. دايما كلمة الظروف معانا في جميع المواقف اللي بنتعرض لها، وخصوصا إذا كانت مواقف فشل، فهتلاقي نفسك تلقائي بتلعن الظروف. فمهما كانت حياتك صعبة، قصتك صعبة، مش تبقى أصعب من الشخص اللي أنا هنحكي له قصته دلوقتي. قصة النهاردة رحلة كفاح، وكتب اسمه في التاريخ وانتصر فيها في الآخر النجاح على الفشل. الشخص ده قدر يتحدى الظروف، وقدر من شخص فقير مدمن متشرد إلى أفضل رجال الأعمال في العالم، وهو اسمه بوب ويليامسون. اتولد ويليامسون عام 1956 في ولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة. الشخص ده بدأ في الإدمان وهو عنده 10 سنين، وما كانش إدمان عالي، لا ده كان بيشرب بكميات مهولة جدا. والحال ده فضل معاه فترة لغاية لما وصل إعدادي، والحال ده وصل اللي معاه لغاية لما بقى مدمن هيروين، لغاية لما فصل من المدرسة. وبعد ما أتم عمره 17 سنة هرب من بيته، أو بمعنى أصح ما هربش، أو أهله طردوه من البيت بسبب التصرفات اللي هو كان بيعملها. وفجأة لقى نفسه في الشارع متشرد مع الإدمان، مع الناس اللي في الشارع، واتجه إلى حياته التشرد والإدمان، ودخل السجن أكتر من مرة لحد ما بقى عنده 24 سنة ويليامسون، لغاية لما قرر ينتقل لمدينة تانية. وفي نفس اللحظة اللي انتقل فيها لمدينة تانية قرر إنه يتغير للأفضل. فكرة كده جت في دماغه، قال أنا عايز أتغير. وساعتها ما كانش يملك فلوس، وهدومه كانت متبهدلة جدا، وحياته كانت بايظة، لغاية لما ويليامسون قرر إنه يشتغل أي حاجة. فضل بقى يدور لأصحاب الشركات والمحلات والتجار لغاية لما اشتغل عامل نظافة براتب $14. ساعتها ويليامسون كان لسه بيشرب، كان في وقت من الأوقات كان ماشي في الشارع، كان ساعتها كان سكران خالص، فعربية خبطته. وساعتها ويليامسون ساعتها مش عارف يعمل ايه. ويليامسون ساعتها ما كانش عارف يعمل ايه غير حاجتين: أول حاجة لا ينتحر ويضيع حياته وبكده ما يكسبش لا دنيته ولا آخرته، تاني حاجة لا اما يغير حياته ويستحمل اي حاجه تواجهه. وبالفعل ويليامسون كان عايز يغير حياته للافضل. لو فاكرين كان راح مدينه تانية وقرر انه عايز يتغير للافضل. ويليامسون كان عنده شويه عقبات بسيطه جدا. الحاجه الاولى ان هو ما كانش معاه شهاده بسبب انه ساب المدرسه وهو عنده 17 سنه. تاني حاجه ان هو كان رد سجون وما كانش تاريخه ما يشرفش اصلا. وبسبب الموضوع ده محدش في الاول كان عايز يشغله، واكيد طبعا اي حد فاتح مشروع خاص بيه مش هيقبل حد بالصفات دي. ويليامسون ساعتها ما كانش عارف يلاقيها منين ولا منين، وحياته كلها بايظه ومتلخبطه ومش فاهمها بصراحه. كل دي عقبات ما كانتش مدياله الدافع انه يكمل. فويليامسون قرر انه ينتحر. خلاص قال انا عايز انتحر. وفجاه وهو طالع من المستشفى لقى حاجه غريبه جدا. بص على الطبيعه وبص على البني ادمين وبص على الحياه كده. لما تيجي تتفرج على الحاجات البسيطه ديت ممكن تديك راحه نفسيه. فساعتها عم ويليامسون كان ماشي في الحياه وكان عمال يتفرج على البني ادمين ويتفرج على الطبيعه، فساعتها تراجع من الانتحار. في نقطه نسيت اقولها لك. ويليامسون وهو كان في المستشفى اتعافى نسبيا من الادمان، وساعتها قرر انه يغير حياته مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف. واول خطوه خدها عشان يغير حياته هو مسح ارقام اصحابه اللي هم كانوا بيدلوه للفساد. وابتدى ويليامسون يشتغل في اكتر من شغلانه، منها عامل نظافه، ومنها شركات، ومنها عند التجار، ومنها بعض الحاجات كده، لغايه لما استقر على وظيفه ما كانتش بالنسبه له افضل حاجه، ولا دي الشغلانه اللي باين عليه احلامه، وكان مضطر انه يدخل فيها علشان يوصل لهدفه. وبالفعل اشتغل في شركه كليدن، وكانت ساعتها وظيفته في الشركه كانوا يسعر المنتجات. وساعتها ويليامسون ما كانش ساعتها مرتاح في الشغلانه دي وما كانتش عاجباه، بس برضه كان في صوت جواه بيقول دي مش اول واخر شغلانه انا هشتغلها، لسه في حياة جميلة جاية قدام. مرت الأيام وويليامسون كان بيجتهد جدا وكان بيشتغل وكان بيمشي آخر واحد من الشركة، وكان بيهتم بشغله أكتر من اللي كان مطلوب منه. وساعتها ويليامسون كان بيبدأ أكتر ويتعلم أكتر، وساعتها خد قرار ما يرجعش للإدمان تاني. بالفعل حياته اتغيرت تماما، وبقى يومه كله حماس واجتهاد وسعي. وفي ظل السعي والاجتهاد ويليامسون اترقى في الشركة
8 مرات في خلال سنتين. وبعد فترة صغيرة جدا ويليامسون اكتفى من الشغل اللي كان شغال فيه وبدأ يروح شغلانة تانية، وبالفعل لقى شغل في شركة دهانات. وساعتها ويليامسون كان شايف نفسه انه هيبدع فيها ومشي في طريق وتمسك بمبادئه، وساعتها اكتسب خبرات اكتر وتعلم اكتر، كان بيبذل مجهود اكتر. في وقت من الاوقات ويليامسون قرر انه قال لنفسه انا ليه ما اعملش تركيبة دهانات خاصة بيا انا، وبالفعل خد الخطوة وراح استلف كارد $1000 وعمل التركيبة بتاعته. بعد ما ويليامسون خد الكارد بتاعه وبدأ يعمل المنتجات بتاعته وسوق للمنتج بتاعه وهو لسه موجود في الشركه ما مشيش. حوار التسويق بالنسبه له كان صعب جدا، واحنا اتفقنا من الاول مفيش حاجه اسمها مستحيل، بس ساعتها الموضوع بالنسبه له كان صعب في البدايه. فجه في يوم من الايام ويليامسون لقى معرض بيتجمع فيه فنانين كبيره جدا للناس اللي مهتمين بالدهانات واللوح والشغل ده، وبدا ويليامسون يعرض عليهم الشغل بتاعه والمنتجات بتاعته، وبالفعل الناس كتيرة جدا انبهرت بالمنتج بتاعه. والحقيقة المعرض خد منه كميات كبيرة منه وانبهروا بمنتجاته واشتروا منه كميات كبيرة جدا. ساعتها ويليامسون قرر انه يسيب الشركة اللي كان شغال فيها ويكون شركة بتاعته خاصة بيه هو، وسمى الشركة بتاعته مستر بين سيستم عام 1977. في ناس كتيرة بتقول كان بيشتغل 20 ساعة في اليوم وكان بينام بس 3-4 ساعات في اليوم. ساعتها ويليامسون كان واخد الموضوع على محمل الجد، ومين فينا بيشتغل 20 ساعة في اليوم؟ حط الموضوع في دماغه واشتغل بمحمل الجد. وساعتها الراجل ده ما كانش فارق معاه يشتغل 20 ساعة، يشتغل 30 ساعة، يشتغل 60 ساعة، كل اللي كان شاغل في دماغه هدف. الراجل ده بيعلمني وعلمكم حاجات كتيرة جدا، تعلمنا الصبر والسعي والالتزام، نتعلم ان احنا ما نيأس، نتعلم ان احنا نطور من نفسنا، بيعلمنا ان احنا ندور على شغل مره واثنين وثلاثه و10 لغايه لما توصل لهدفك. شوف السلبيات اللي في حياتك وعالجها، مفيش نجاح بالساهل، نجاح عايز سعي وصبر والتزام وحاجات كتيره جدا. ابحث ودور، مش عيب انك تبحث ومش عيب انك تسأل. شوف امكانياتك ايه، شوف انت عايز توصل لايه، شوف انت مين، انت عايز تبقى ايه، استغل كل حاجه حواليك، اسأل، خليك متواضع، ما يتكبرش على المعلومه. بدأ ويليامسون شركته تكبر ومنتجاته تكتر والمبيعات تكتر لغايه لما حصل مشكله في السيستم بتاع الشركه بتاعته اللي هي الواردات والصادرات بتاعه الشركه بتاعته. وساعتها في الوقت ده الشركات كانت بتعتمد على البرمجه لانها كانت في بدايتها وكانت سعرها غالي. وساعتها ويليامسون ما كانش قادر يشتري برنامج ينظم له حسابات والصادرات والمبيعات بتاعت الشركه بتاعته. وساعتها ويليامسون قرر انه يجيب 2 خريجين لسه متخرجين اللي هو بحيث ينظم له الشركه بتاعته. وساعتها ويليامسون قرر انه يبيع الشركه بتاعته للبورصه بحيث انه يكبر الشركه ويكبر من اعمالها وكده يعني. وساعتها ويليامسون اكتشف ان في موظف عنده في الشركه سرق منه مبالغ كبيره جدا، وده طبعا اثر عليه بالسلب، وكان ساعتها كان عليه ديون كبيره جدا. وساعتها المحامي بتاع ويليامسون قال له اعلن افلاسك. ويليامسون رفض الموضوع ده، وساعتها ويليامسون قرر انه يكلم اصحاب الشركات اللي هو مديون ليها ويبلغهم ان فلوسكم هتيجي لكم بس تديله مهله شويه. ساعتها هم وافقوا، بس هم قالوا له ابعت لنا تقرير بتاع الشركه بتاعتك بالصادرات والواردات بتاعتك، وفعلا عمل كده، وده برضه ما ساعدوش ان هو يسدد ديون. وساعتها الشركه بتاعته كانت واقعه تماما، وقال انا مش عايز اخش السجن تاني. بعد تفكير طويل وبعد ايام فكر وقال انا عندي 2 جدد لسه خريجين وجايبهم عندي في الشركه، وقال لي انا ما اعملش برنامج اداري ينظم لي اداره الشركه، وليه ما استغلش حاجه زي كده. كلنا لما نيجي نسوق او نستهدف بنستهدف الحاجه الكبيره، استهدف الحاجه الصغيره. بدأها من تحت، وبالفعل سوق للمستشفيات والمعاهد والجامعات والكليات وكل حاجه، بدأها من تحت. كل القطاعات استخدمت البرنامج بتاعه اللي هو تنظيم الادارات للشركات، لدرجه ان القواعد العسكريه استخدمت. وساعتها ويليامسون قرر يأسس شركه برمجيات، اسم الشركه هورايزون، والشركة دي حققت نجاحات كبيرة جدا، وأرباح الشركة دي في 2007 تقدر ب$27 مليون، وأرباح الشركة دي حاليا $50 مليون. ويقال لغاية وقتنا هذا ويليامسون يدخل الشركة أول واحد ويخرج منها آخر واحد. وساعتها بيقول كمان أنا بشتغل يوميا 20 ساعة في اليوم وبنام 3 و4 ساعات بس، ويصحى ويكمل السعي بتاعه ويكمل هدف. وبكده وصلنا لآخر الفيديو ووصلنا لاخر القصه. اتمنى ان احنا نستفاد منها حاجه، واتمنى ان احنا ما نيأس، واتمنى ان احنا نلتزم بالصبر والسعي والالتزام. دول 3 حاجات الاساسيه اللي المفروض نلتزم بيهم. والصلاه، الصلاه دي قبل كل شيء، الاولى والاخيره. الصلاه هي بدايه النجاح.
اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.